بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع برنامج محكمات أرحب بكم في هذا البرنامج الذي نواصل فيه في الحديث عن آيات من كتاب الله تبارك وتعالى، ونقف في هداياتها وما فيها من موجهات وما فيها من رشد يمكن أن يتحقق إن شاء الله من خلال هذا التتبع والعمل بإذن الله عز وجل بما ورد في كل آية من كتاب الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى في سورة الشعراء الآية 183: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فالله عز وجل في هذه الآيات يخبرنا عن مسألة مهمة جدا، وهو التعامل بين الناس. هذا الإنسان في حياته يتعامل مع القريب ويتعامل مع البعيد، يتعامل مع الجار ويتعامل مع الغريب المسافر، يتعامل مع الذين يشبهونه في المهنة والذين يختلفون معه، الذين قريبين من دينه والبعيدين عنه. وبالتالي هنالك كثير من الأشياء التي يحصل فيها التعامل، وخاصة قضايا البيع والشراء والمعاملات التجارية اللي هي ما يتعلق بموضوع الاقتصاد بشكل عام. فالله عز وجل أورد في كتابه قصة نبي الله شعيب، هذا النبي الذي أراد أن يصلح حركة الاقتصاد والحركة المالية في مجتمعه، وهي طبعا جزء من التطور التشريعي الذي وصلته البشرية بعد نوح عليه السلام. وصلنا إلى قيام المجتمعات وقيام الأسواق والتبادلات التجارية، فحصل هنالك التطفيف في الكيل والميزان، وهو أن الناس يأكلون أموالهم فيما بينهم بالباطل، يبخسون الناس أشياءهم. الواحد منهم إذا أراد أن يأخذ لنفسه أخذ حقه كاملا، وإذا أراد أن يعطي الآخرين حقهم فإنه يبخسهم. فجاء نبي الله شعيب عليه السلام ليؤكد هذه القاعدة المهمة، وهي قاعدة ولا تبخسوا الناس أشياءهم. وهنا نلاحظ ولا تبخسوا الناس أشياءهم وردت تقريبا في 3 مواضع، وكلها تقريبا في قصة شعيب. وردت في الأعراف ووردت كذلك في الشعراء. والله تبارك وتعالى في كل هذه الآيات يؤكد على معنى عدم البخس وعدم الإفساد في الأرض. وهنا نلاحظ هذه الآيات مسبوقة كذلك في سياقها بآيات: وأوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وأوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم. فالله تبارك وتعالى يأمرنا أن نكون من أهل الوفاء. لماذا؟ لأن المعاملات المالية، مسائل الكيل ومسائل الوزن بشكل خاص، هذه المسائل إما أن يكون فيها الوفاء، وإما أن يكون فيها التطفيف، وإما أن يكون فيها الزيادة. يعني ما في خيار ثالث، يعني إما أن توفي الناس حقهم، وهو وأوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، ولا تبخسوا الناس أشياءهم. الثالثة ما ذكرها. لماذا؟ لأن في مواضيع الكيل والميزان أن يزيد الإنسان للشخص فهذا إحسان منه، وإذا تركه لا يعاقب. لكن الواجب الذي أشارت إليه الآية وأوفوا الكيل. فالله تبارك وتعالى في منظومة الاقتصاد يشير إلينا أن لا يكون هنالك تطفيف في الكيل والميزان. وهذه للعلم من الوصايا 10 التي أيضا وردت في شريعة موسى وشريعة عيسى وشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نلاحظ بأن قضايا الأموال وقضايا البيوع ومسألة البيع والشراء لا بد أن تكون قاعدة ولا تبخسوا الناس أشياءهم. ولذلك نلاحظ الشريعة جاءت في كثير من الأبواب تحرم كل ما يؤدي إلى التطفيف، تؤدي إلى كل ما يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل. يعني فكرة لا تبخسوا الناس أشياءهم هي تحريم للظلم. والله تبارك وتعالى حرم الربا لمنع الظلم، وحرم البيوع أو نهى عن البيوع المحرمة أيضا خشية أن يقع الإنسان في البخس،
خاصة البيع المتعلق اللي هو الربا المتعلق بربا الفضل الذي يسمى بربا الفضل، نلاحظ أن العلة الأساسية فيه هو الجهالة، أي أن الإنسان عدم معرفته بالوزن الدقيق أدى ذلك إلى تحريم، أو الكيل الدقيق أو الوزن الدقيق أدى إلى أن تحرم هذه الأشياء المعروفة طبعا، إما من المطعومات وإما من المكيلات والموزونات أو مما يقتات بشكل عام، على اختلاف الفقهاء في علة التحريم. لكن الضابط فيها ولا تبخسوا الناس أشياءهم. فأيها التاجر، إذا أردت أن تبيع وتشتري لا تبخس الناس أشياءهم. مجموعات الجودة أو منظومة الجودة عليها أن تكون أيضا دقيقة جدا، لأن ولا تبخسوا الناس أشياءهم تتعلق أيضا بإيه؟ بموضوع الجودة. إلى أي مدى والله ما يخرج للناس ينطبق بالمواصفات التي تتعلق بالجودة. واليوم بفضل الله تبارك وتعالى وصلت البشرية إلى مستوى متقدم فيما يتعلق بالجودة ونظام الجودة والتعرف على الجودة في كثير من القضايا. ولذلك الله تبارك وتعالى هنا يقول ولا تبخسوا الناس أشياءهم. والله عز وجل حرم في كثير من المواطن أن يأكل الناس أموالهم بينهم. وذكرت بأن قضية البيوع، عندك عدد من البيوع السبب في تحريمها هو بخس الناس أموالهم، بخس الناس أشياءهم، أن تأخذ ما عند الناس، أن تكون هنالك جهالة كبيع ما هو مجهول، وبيع ما لم يملك الإنسان، وبيع يعني بيوع المنابذة والمحاقلة والملامسة، عدد من البيوع التي نهى الله تبارك وتعالى، وبيوع الغرر التي يكون فيها كثير من الغش والخداع. هذه كلها لماذا حرمت؟ حتى لا يحصل بخس للناس أموالهم. أنت إذا كان في شخص يريد كيلو يجب أن تعطيه كيلو، لكن إذا أردت أن تعطيه أقل من ذلك فقد بخسته. لماذا؟ لأن البخس هو التقليل، وفي التقليل أيضا أحيانا يكون تقليل في كما حصل مع يوسف عليه السلام، وشروه بثمن بخس، يعني ثمن بسيط لا يسوى أصلا قيمة ما اشتروه بقيمة الإنسان الذي تم شراؤه. وبالتالي هنا عملية البخس هي لها علاقة بالجانب التجاري. ولكن أيضا علينا أن نتذكر بأن موضوع لا تبخس الناس أشياءهم وإن كان في سياق المعاملات المالية والتجارية، ولكن لا تبخس الناس أشياءهم كما يقول أهل التفسير تدخل في كل ما ثبت لإنسان باعتباره حق له أو ملك له. فإذا كان هنالك حق خاص لإنسان معين عليك أن لا تأخذه منه غصبا، وإذا كان هنالك ملك لإنسان عليك أن لا تنتزعه منه انتزاعا. وقضية بخس الناس أموالهم بشكل عام قد ترد بين الأفراد، وقد تكون في سياق المجتمعات، وقد تكون ما بين الحكومات وشعوبها، كما هو قضايا المكوس ومصادرة الأموال والضرائب التي تفرض على الناس، والمصادرات التي تحدث من رجال الجمارك والرشاوى وغير ذلك مما يؤدي إلى بخس الناس أشياءهم. وأنك تدخل في منظومة ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فالله تبارك وتعالى حرم من الناس أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل، والسبب في ذلك أن هذا الموضوع يؤدي إلى الظلم، والله تبارك وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعله محرم بين عباده، فلا يجوز لإنسان مهما كان. ومن لطائف القرآن الكريم أن موضوع الظلم ومراعاة عدم بخس الناس أشياءهم ليس فقط بين المسلم والمسلم، لا، بل بين المسلم والكافر. لماذا؟ لأن الظلم محرم على أي حال وعلى كل إنسان. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فقضية عدم بخس الناس أشياءهم فيها باختصار محاربة الظلم وتكريس العدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فالله تبارك وتعالى يريد من أهل الإسلام أن يكونوا أهل عدل وأن لا يكونوا أهل ظلم، لأن الظلم مؤذن بخراب العمران. يعني متى ما رأيت ظلم انتشر في المجتمعات فاعلم بأن هذا الظلم سيؤدي بهم. وكما ذكرت بأن قضية بخس الناس أشياءهم قد تكون في الشؤون المالية، قد تكون في الشؤون العلمية، قد تكون في الشؤون الفكرية، قد تكون في محاكمة الأفراد، قد تكون في محاكمة الجماعات، قد يكون في محاكمة الأنظمة إلى غير ذلك مما له علاقة بالتقييم والتقدير الدقيق. الله عز وجل يقول لك ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي أن المظالم وبخس الناس أشياءهم ستؤدي إلى الإفساد في الأرض بطبيعة الحال، وإن كان هذا سياق آخر، لكن
ممنوع أن تبخس الناس أشياءهم، وممنوع كذلك أن تسعى في الأرض بالإفساد. والآيات جاءت سبحان الله مرتبطة، 3 آيات كلها تحذر الناس من أن يبخسوا الناس أشياءهم وأموالهم، وأن يكون هنالك إفساد في الأرض. والله عز وجل يقول: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.